الصورة اللي قدامك دي بتفكرك بإيه؟ إجابة صحيحة، شركة أبل. لكن لو قلت لي بقى إنها فكرتك بحاجة تانية زي مثلا قصة نيوتن والتفاحة، أو فكرتك إنك جعان، أو حتى شفتها مجرد زبالة، فهنا هضطر أقول لك بقى إن العلماء بيسموا اللي حصل معانا ده حاجة اسمها الأسوشيتيف ميموري أو الذاكرة الترابطية. والنوع ده من الذاكرة بيحصل على جزئين ملهمش تالت، جزء سريع ولا واعي واللي بيسموه الذاكرة الضمنية أو العاطفية، وده اللي بيربط المشاعر أو الصور بكلمة معينة أو بموقف معين، زي ما ربطنا هنا التفاحة دي بأبل أو نيوتن. وجزء تاني بيحتاج منك سن التفكير وبيسموه الذاكرة الصريحة، ودي اللي بتفكرك بالقصة أو بالموقف كله، زي إعلان شفته أو درس خدته في المدرسة عن نيوتن. طب خليني أديك مثال واقعي أكتر. تخيل إنك رحت لواحد صاحبك وقررت فجأة إنك هتقول له كلمة أنت عارف إنها بتجرحه. أول ما الكلمة تخش ودانه الذاكرة الضمنية تشغل المشاعر بسرعة، إحساس بالخزي وإنه مش مقبول وإنه وحش. ومش بيعدي الموضوع على كده، بتستلموا بقى الذاكرة الصريحة نفخ وعجن، وتفكروا بكل موقف اتقال له فيه نفس الكلمة. انا اتقال لي الكلمة دي قبل كده قدام زمايلي وضحكوا عليا، فيعيش المواقف من الاول وجديد، والألم النفسي بيكبر جواه. وعشان كده عملنا فيديو كامل بنتكلم فيه اكتر وبالتفصيل عن اثر الكلمة السلبية على دماغ اي بني ادم، من اول الاطفال لحد الكبار. عايزين نوصل رسالة قوية كفاية تنمر، وهتلاقوا الفيديو ان شاء الله على قناتنا، قناة مصر.